هو كل يوم العشا أو الفطار بيض وجبنة وقطّعي شوية طماطم في طبق على جنب. لأ، النهارده الفطار مختلف، هنحط البيض، هنحط الجبنة، هنحط الطماطم كلّهم على بعض وهنعمل أحلى ميكس طعمه حلو جدًا. أول حاجة هتحطي معلقتين زيت، عليهم 2 طماطم مقطّعين مكعبات، معاهم 2 قرن فلفل رومي، وده يعني قولي ربع بصلاية، دي يعني حاجة كده إكسترا من عندي، حابينها حابينها، مش حابينها خلاص، بس بتدّي طعم مميز جدًا. هنحط عليهم رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح، طبعًا الملح ده اختياري، أنتِ عايزاه كتير عايزاه قليل حسب ما أنتِ عايزة، بس أنا بافضّل ما تكتريهوش، ليه؟ عشان الخطوة اللي جاية دي على طول. هنسيبهم كده يمكّسوا مع بعض وتقلّبيهم كويس جدًا لغاية ما تشمي ريحة التوابل مع الطماطم بالمنظر ده. قُلت لِك ليه ما تكتريش ملح، عشان خاطر هنحط الجبنة، أُمّال هو العشا إيه غير عندنا غير بيض وجبنة وطماطم متقطّعة وجنبيها شوية فلفل. أنا حطيت معلقة من الفيتا، تقدري تحطي أي طعم أنتِ حاباه بقى بالجبنة، بالرومي، بالcheddar، بالفيتا، بالستامبولي، باللي أنتِ عايزاه. ولو عندِك جبنة الإسطنبولي العادية اللي إحنا بنشتريها حطيها بتبقى حلوة أوي بتمُط. ضربت 3 بيضات وحطيتهم معاهم مع الجبنة. في الوقت ده لازم تهدّي النار على الآخر خالص، أنا عايزة كده أشم ريحتهم وهُم بيمكّسوا مع بعض. حطيت عليهم الصينية، بمجرد ما توصل للمرحلة دي إن هي استوت بعد حوالي 8 دقايق، باحطها تحت الشواية دقيقتين بالضبط، وعملت أحلى عشا بيتزا بالبيض وبالجبنة وبالطماطم، بس بشكل مختلف وطعم لذيذ جدًا. طبعًا أنتم شايفين الطبق إيه ده، ده 3 بيضات وعملت طبق